أعزائي المستمعين، اللي عنده ضغط عصبي وبيتنرفز من أقل حاجة وبيحس دايما إن رد فعله أكبر من اللي بيحصل، واللي بيقعد بالساعات لحد ما يجيله نوم بالليل، الحلقة دي عشانه. بدأنا سلسلة جديدة عن فوايد أشهر وأهم الأعشاب، منها اللي نعرفه ومنها اللي أول مرة نسمع عنه، سلسلة كلها تشويق وإفادة. يلا بينا ندخل في الموضوع. من فترة عدى وقت عليا كنت بعاني فيه من التفكير الزايد وزحمة في الأفكار، بمعنى أصح دماغي مش عارفة تفصل، وفي نفس الوقت لما باجي أعمل حاجة أو أفكر في أي شيء مش عارفة أركز، لأني مش عارفة أسيطر ولا أمسك فكرة واحدة. وهنا جه دور الأشواجندا، بطلة حلقتنا النهاردة. الأشواجندا رغم إنها موجودة من 6000 سنة إلا إن ناس كتير ما تعرفهاش، وهي ألف به كده شغالة على الاسترس، وبتخليك تتعامل مع الضغط العصبي بشكل أفضل، لأنها بتظبط هرمون الكورتيزول في الجسم اللي هو هرمون التوتر. بس السؤال، هنحتاجها إمتى؟ لازم يبقى فيه ستريس عالي عشان الأشواجندا تشتغل، فما ينفعش حد عادي زعلان أو متضايق شوية نديله أشواجندا، لأنه مش هيحس بتأثيرها. أما بقى عن الأشكال اللي ممكن ناخد بيهم الأشواجندا، فهم 3 أشكال. أول شكل وهو الشكل اللي بيتباع عند العطار، بتبقى مطحونة، والشكل ده مشكلته إنه طعمه مش حلو لأنه شبه الخشب شوية، فمش كل الناس هتحب تشربها بالطريقة دي. وساعات في شركات بتعمل البودر اللي عند العطار في علبة شكلها حلو ويتكتب عليها شوية تعليمات، بس هتفضل نفس مشكلة الطعم اللي هو مش كل الناس هتفضله. بس الأحسن من ده كله هي الكبسولات، لأننا مش بنحس بطعمها، وعشان نقدر نحكم عليها ناخدها من 2 ل3 أسابيع عشان تشتغل وتركيزها يعلى. بس لازم ناخد بالنا إن الأشواجندا بتقلل السكر في الدم وكمان الضغط، فلو حد بطبيعته ضغطه واطي جدا مش هتكون مناسبة ليه. ولما نبدأ ناخدها يفضل يكون قبل النوم، لأنها بتقلل الكورتيزول، وطبعا ده بيحسن جودة النوم، ومع الوقت هيتحسن المود وهيبقى فيه هدوء في الأعصاب، ودي حاجة احنا محتاجينها جدا الأيام دي. وبكده خلصت حلقة الأشواجندا اللي بتعتبر من الأعشاب اللي تستحق التجربة، وناس كتير قالت عنها إنها غيرت لها حياتها وبقت عارفة تتعامل بشكل أفضل.